إخواني وأخواتي، هذا نموذج أو نمط يتكرر في كتاب الله مع السادة الكبار الأئمة إبراهيم الخليل وموسى الكليم ومحمد الحبيب المصطفى المختار المجتبى، صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. إبراهيم يسأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى. وموسى يسأل ربه: رب أرني أنظر إليك. ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام يحكي القرآن عن جوانب وقد تكون افتراضية بمعنى ما مما عرض له من التساؤل بصدد رسالته وماهيته ونبوته. فإن كنت في شك ما الذي يحصل؟ هل هو شك وارتياب أم أمر آخر طبع عليه الإنسان ضربة لازم أن يعود إليه وأن يصدر عنه؟ هي الثانية وليست الأولى. فيبقى إبراهيم مع كونه الخليل، وموسى مع كونه الكليم، ومحمد مع كونه الحبيب الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين، أبناء آدم أبيهم، أبناء آدم الذي نهي عن قربان الشجرة فأبى إلا أن يقربها. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقد لعب إنجاز التعبير إبليس لعنه الله تعالى على هذه النقطة التي علمها بطريقة ما، علم بوجودها في آدم خصمه وعدوه بطريقة ما. لعب على ملكة الفضول في هذا النوع الجديد الذي سيخلف أنواعا أخرى في الأرض، سيصبح خليفة في الأرض. الله تبارك وتعالى قبل أن يأمر الملائكة بتحية آدم بأن يسجدوا له أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة. إذن القضية مقررة ومحسومة ابتداءً. لا بد أن يغادر آدم الجنة وأن يهبط إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا. الله يعلم هذا وقضية مقررة، لكن كيف كان سبيلها؟ ما سبيل إخراج آدم من الجنة؟ لما كان ينبغي أن يخرج؟ الله تبارك وتعالى يعلم أن هذه القوة التي غرسها وغرزها وطبع عليها هذا الخلق، هذا النوع الجديد، ستخرجه من الجنة. إنها قوة الفضول. والعجيب أن معظم المفسرين تنبهوا إلى هذا، تنبهوا إلى أن القضية أكبر وأبعد من قضية أن إبليس لعب بعقل آدم. لا، لماذا لعب بعقل آدم؟ آدم ليس كائنا غبيا، إنه الكائن المعلم للأسماء كلها، كائن أذكى من إبليس بلا شك، أذكى. لا يمكن أن يقال إن إبليس أذكى من آدم. كيف يكون أذكى وقد عصى ربه وأبلس من رحمته؟ هذا أغبى خلق. هو داهية، مكار، مخادع، حقود، متلون، حربائي، نعم، لكنه غبي، لا أغبى ممن يعصي الله، لا أغبى ممن. ولذلك كل من عمل السوء كما نقول دائما إنما يعمله جاهلا، علم أم لم يعلم، ولا عقل له، وهذا ارتكب أعظم معصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن ليست قضية أنه لعب بعقل آدم. المفسرون فهموا أن هناك، ولكن لم يصرحوا لأن هذه اللفظة لم تكن موجودة بهذه الطريقة، وربما حتى المعنى لم يكن محددا على هذا النحو الذي أصبح واضحا للأجيال الحديثة والمعاصرة. لعب على هذه النقطة التي يعلم قوتها، قوة إثارتها وفاعليتها وحفزها في الإنسان، الفضول. لو أن الله تبارك وتعالى لم ينهه عن قربان تلك الشجرة، وطبعا القرآن لم يجد نفسه ملزوزا أن يكشف لنا عن ماهية تلكم الشجرة كما فعل المفسرون والدراسات أو يعني الأدبيات الإسرائيلية، أكثر من 50 قولا. هذا لا يعنينا، لكن حتى بتقصي هذه الأقوال 50 ولعل الحق لا يخرج عنها ولعله يخرج، هناك شبه إجماع أنها لم تكن شجرة مميزة، شجرة عادية جدا جدا. التفاح
أو حتى الحنطة. هذه ليست شجرة، هذا تفسير غير صحيح غير دقيق. هذه ليست شجرة إلا بتوسع شديد، لكنها لم تكن مميزة. القضية أنه نهي عنها، فإذ نهي عنها فلا بد أن تلاعبه نفسه وأن تدفعه إلى قربانها. ولذلك ورد في الأثر، وهو ليس حديثا مرفوعا إلى رسول الله، إنما هو من مرسلات الحسن البصري ورواه ابن شاهين وغيره كما قال الحافظ العراقي: لو نهي الناس عن فت الشوك، وفي بعض الألفاظ عن فت البعر، لفتوه ولا قالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء. أخذ هذا المعنى الشاعر فقال: منعت شيئا فأكثرت الولوع به، حب شيء أي أحب شيء، حب شيء إلى المرء ما منع. إذا أردت أن تغري أحدا بقربان شيء وتعاطيه، انهه عنه وشدد عليه، سيتعاطى. حتى أسطورة باندورا، باندوراس بوكس، جرة أو صندوق، هي جرة في الحقيقة، لم تكن صندوقا، هي جرة لكن هكذا قالوا، صندوق باندورا تقوم على هذه المسألة. نهيت أن تفتح الصندوق ففتحته، ومنه خرجت وتطايرت كل الشرور التي تفتك بالنوع البشري. هكذا تقول الأسطورة اليونانية. الثقافات كلها واضحة تماما مع هذه الملكة العجيبة في الإنسان، ملكة السآلية، ملكة تقليب الأحجار، فتح الأبواب، البحث عن الملغز والخفي والغامض والسري والأسرار، يعني الخفي والمتخفي. هذه الملكة نفسها أيها الإخوة هي التي دفعت إبراهيم الخليل إلى أن يسأل ربه تبارك وتعالى: أريني كيف تحيي الموتى. هو يعلم أن الله يحيي الموتى، لما لم يكتفي بالتسليم ومسلم أيضا أن الله يحيي الموتى؟ يريد، الفضول يحركه إلى أن يعرف كيف، وهذا لم يتنبه إليه كثير من المفسرين، مع أن القرآن واضح جدا وقال كيف، لم يقل أريني أنك تحيي الموتى، أثبت لي هذا، لا، هو يعلم الخليل هذا عليه السلام، لكن يريد الكيفية. كيف يتم هذا؟ طيب أنا أعلم، يقول أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد يقين وطمأنينة، أريد أن أرى الكيفية. هذا هو الفضول. الفضول هو القوة التي تحركنا من ماذا إلى كيف، ومن كيف إلى لماذا، وأيضا أنا أقترح مرحلة رابعة: وماذا لو. هذا هو العقل الإنساني. وهكذا تقدمت الشرائع والقوانين والفلسفات والأفكار والاختراعات والاكتشافات، أيضا الافتراضية، التخيلي. ماذا لو، وات إف كما يقولون، ماذا لو. إذن هو لا يكتفي بالمعطيات كما هي أن يصفها ماذا، المنطق الوصفي الوضعي، ولا أن يحللها كيف، ولا أن يغييها، يصل إلى مرحلة تيولوجية غائية. لماذا؟ هل هناك خطة تتغيى هدفا معينا تريد أن تصيب غاية ما؟ لا يكتفي بهذا كله، بل يتجاوزه. ماذا لو. هذا من خلاقية الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين. أكثر ما يميز معلم الأسماء هذا أنه يبدع، وباستمرار يبدع، ولا يكتفي بأن يسعى في كشف المغاليق واقتناه الأسرار واستخراج الكظائم والخفيات، يفترض أيضا أحوالا ووجودات ووقائع ليست موجودة. وماذا لو. هذا هو الفضول كريستي، هذا هو الفضول. إنه شهوة العقل. من أجمل ما نعت به الفضول قول بعض المفكرين إنه شهوة العقل، لاست، اللوست بالألماني، لاست تبع العقل، شهوة، شيء أساسي فينا مغفى إلى الآن، لا يحظى بدراسات كثيرة، شيء أساسي، غريزة، ملكة، غريزة مغروزة فينا، لا إله إلا الله. وعلى فكرة من عجائب القرآن وبدائعه أنك حين تعيد إعادة قراءة، إعادة تفكير وتفسير، إعادة قراءة حكاية أو قصة أبوينا آدم وحواء عليهما الصلوات والتسليمات، تعجب تقريبا أن هذه الحكاية وضعت الأصبع على معظم أو على الغرائز والملكات الأساسية التي تفسر ماهيتنا إلى اليوم. القرن 21 ما في ملكة في الإنسان أساسية إلا أشارت إليها قصة آدم وحواء، لكن هذه يحتاج إلى خطبة بحيالها، موضوع مثير ومهم جدا. وفي رأس هذا ملكة أو غريزة الفضول التي أنشأت المدنيات وبنت الحضارات والفلسفات والأفكار والكشوف
والاختراعات وكل شيء. الإنسان بلا فضول لا يسوي شيئا، لا يساوي ربوتا، ربما ربوت، ما في شيء. الملائكة لو كانوا على الأرض ما أنشأوا لا حضارة ولا مدنية، ولا وضعوا لا أي فلسفة، لا ميتافيزيقية ولا طبيعية ولا أي شيء، كانوا فقط سيكتفون بالعبادة والتسبيح والتهليل ليل نهار. ولذلك حين استفصلوا واستفسروا لم يعترضوا، ليس بشأن أن يعترضوا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبعدين إيه كان الجواب؟ وعلم آدم الأسماء كلها. قال هذه ميزته، هذا كائن فضولي كيس، كائن فضولي، وفضولي بشغف. الفضول فيه أساسي. والآن يثور سؤال في أذهان معظمكم، يقول هذا السؤال: فما بال معظم الناس يظلون تقريبا فارغين، لن أستخدم لفظ التافهين، طيب فارغين لا يستفيدون؟ لا بالعكس، الكل يشتغل عنده الفضول على أحسن ما يكون، معظم الناس على الإطلاق إلا المكتئبين ربما وأمثال المكتئبين. ولكن فضول: ماذا طبخ فلان؟ ولماذا طلق فلان؟ وبكم زوج فلان؟ وكم يأخذ فلان؟ فضول غير نفع إلا لذوي المهن.